سيأتي معنى النظم الذي قد جمعهم ابن حجر وجمعهم غيره لما نظمهم في أبيات سوف نذكرها لكم إن شاء الله. تعالوا ننظر في هؤلاء، نتأمل ما هي الصفات التي اتصفوا بها حتى استحقوا إذ فزع الناس واشتد عليهم الحر ودنت بهم الشمس قدر ميل. تعالوا ننظر ما هي الصفات التي اتصفوا بها حتى استحق هؤلاء أن يكونوا في ظل العرش. أولا، العرش هو أول المخلوقات، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. فإذا سئلت ما هو أول المخلوقات فقل هو العرش. دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء. كتب مقادير الخلائق، يعني ماذا سيخلق وماذا سيقدر وماذا سيقع لهذه الخلائق. كتب الله مقادير الخلائق. طيب العرش من ضمن الخلائق؟ لا، العرش خلق قبل أن تكتب المقادير، لذلك قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم قال: وكان عرشه على الماء. إذن العرش قد خلق قبل أن يخلق الله تعالى هذه الخلائق. العرش خلقه الله تعالى بيده، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله تعالى 4 أشياء بيده. الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون، لكن هناك أشياء لها خصوصية خلقها الله تعالى بيده. قال ابن عمر: هي 4: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. قال ابن عمر: ثم قال لسائر الخلق كن فكان. رواه الدارمي وإسناده جيد على شرط مسلم. العرش هو مخلوق عظيم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمه حتى نستوعب لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء يستظلون بظل العرش. لابد أن تفهم ما هو العرش. نحن نتكلم عن شيء عظيم جدا. اسمع إلى مثال من عظمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو الشيخ في العظمة وفي مسند أحمد وفي غيره من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، يقول العباس: كنا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمرت بنا سحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: وفوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال: وفوق البحر عرش الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله. من عظمه ما وصفه، ما ذكر لنا صفة في هذا الحديث له، قال: ولا يقدر قدره إلا الله. ثم قال: وفوق ذلك رب العالمين ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو العلي العظيم. صفة عظم العرش جاءت في حديث آخر أيضا عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش وصححه الألباني وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع؟ لاحظ السماوات السبع التي ذكرنا الآن عظمها، الذي سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع هذه كلها في الكرسي، يعني بالنسبة إلى كرسي الرحمن، إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاح. مثل لما تمسك لك حلقة، لو أخذت لك مثلا يعني قطعة حديد ولويت بعضها على بعض حتى أصبحت حلقة، ثم ألقيتها في فلاة في بر، ما هي نسبة هذه الحلقة الصغيرة بالنسبة لهذه الصحراء العظيمة؟ لا شيء.
فيقول صلى الله عليه وسلم السماوات السبع بالنسبة في حجمها بالنسبة إلى حجم الكرسي مثل حجم هذه الحلقة بالنسبة إلى حجم هذه الفلاة. شوف عظم الكرسي. قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلاة. ثم قال وفضل الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني الكرسي هو تلك الفلاة ذلك الصحراء، والسماوات السبع هي هذه الحلقة. طيب ما دام أن هذا هو الكرسي، قال ابن عباس والكرسي هو موضع قدمي الرب، وهذا أثر صحه ابن تيمية وغيره. والعرش فوق ذلك إذا كان هذه العظمة للكرسي فما بالك بالعرش. وقال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، هو حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام رجلاه هذا الملك في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت سبحانك حيث كنت. حديث رواه الطبراني عن أنس وصححه الألباني. والعرش من صفاته أن له قوائم. طبعا معنى العرش في اللغة هو سرير الملك، هذا معناه في اللغة العربية. فالعرش له قوائم.